يهلي الحال يهلي الحال. وامتى يصفى الحال؟ ويا السفينة وفين غادية بينا في بلداننا الإسلامية، وما نقولش العربية، والمسلم أخو المسلم. فرحة بعض الدول الإسلامية لخسارة المغرب للقب، خرجوا للشارع فرحا لهزيمة المغاربة المصريين الجزائريين. من حقك أنك تفرح، ولكن نسيتم أو تنسيتم، خصوصا أنا زعفان كثير على أخوتنا الجزائريين، أن كما قال الشيخ الجزائري أقرب الشعوب إلينا هم المغاربة. ما نوصلوش لهاد الدرجة ديال الاحتفالات. والله مصدوم كثير، لأن تشوف في الشارع الجزائري كأن المنتخب الجزائري هو اللي فاز باللقب. نعم، مغاربة، بعض المغاربة شجعوا المنتخب الجزائري وبقوا مع المنتخب الجزائري، وبعض المغاربة الآخرين شجعوا منتخبات ضد المنتخب الجزائري، مؤثرين بعثوا برسائل شديدة اللهجة، ولكن باش نخلطوا الكرموس مع الكاليبسوس وما نحترموش الشعور، نعم، والأحاسيس ديال المغاربة اللي كانوا في صف المنتخب الجزائري. أقول لكم لقد أخطأتم الطريق وتهتم في غابة الفتنة، فتنة الإعلام الجزائري والمغربي وفتنة المؤثرين المغاربة والجزائريين. تبان لي العلاقة ما بين المغاربة والجزائريين لا عودة، لا عودة، لا عودة. يعني الشيء اللي شلناه وريناه، خصوصا في أقرب الشعوب إلينا هم الجزائريين، فرح في الحدود. يعني تفرح، ولكن خصك تحترم مشاعر الآخرين، مشاعر الناس اللي كانوا تناصروا الكرة الجزائرية ورحبوا بالجزائريين. من حقك لا عودة. نعم، لا عودة نقولها، ولا عودة ماشي في مصلحة الجزائريين ولا المغاربة، القطيعة. المصريين حنا تنعرفوهم بالخداع، دائما نقولوها المصري يديروا قدامك وديما يديروا وراك. طبعا المصريين المغاربة نعم شجعوا المنتخب النيجيري والمنتخب الكوتيفواري، ولكن ما خرجوش للشارع. المصريين خرجوا للشارع، نسوا أو تناسوا. نعم، ماشي مشكل، الدنيا دوارة، غدوا. ومن الصعب أنك توصل لكأس العالم، أيها المصري، توصل نصف النهائي. كبار بكبار، واللي كبير كبير. نجمة أو جوج نجمات أو ثلاثة نجمات أو أربعة نجمات أو حتى 10 نجمات، غتبقى أنت. الفقير غيبقى فقير والغني غيبقى غني. هذا هو الواقع، واقع البلدان الإسلامية. نعم، احنا خرجنا بكل روح رياضية وقلنا مبروك للشعب السنغالي الشقيق، ومبروك للمنتخب السنغالي اللي كان يستحق اللقب. ولكن توقعت أن غتكون احتفالات في الجزائر. أنا قلت احتفالات في المقاهي، ولكن باش نشوفوا هذه الاحتفالات، باش نشوفوا كثيرين من المغاربة اللي كانوا تساندوا الكرة الجزائرية، والكثيرين من المغاربة اللي رحبوا بالجزائريين. يعني صدمة، يعني صدمة. يديروها ولاد بلادي ونخرج وننتقدهم. حنا تيديروا تيتهجموا ولاد بلادنا الجزائريين، تنخرجوا تنتقدوهم وتنقول لهم اخطاتوا بالطريق وتوتوا في غابة الامازون. اردنيين كذلك خرجوا فرحا لهزيمة المغاربة. نعم، عندنا مغاربة يتهجمون، نعم، ولكن احنا دخلنا في التعميم في 40 مليون. انا زعما انا ما زعفانش على ضياع الكأس، ولكن زعفان على هادشي اللي وصلنا ليه نحن كبلدان إسلامية. المغرب راه وصل نصف النهائي كأس العالم، وكأس العالم حلم أي رياضي في العالم. المنتخب المغربي عنده إيكيب اللي قادرة أنها تمشي بعيد في كأس العالم. نعم، مع اختلافي مع وليد القراقي اللي تنقول له ارحل، قال واحد الكلمة حق، قال نحن نمثل المغرب فقط. بقى شي واحد يخرج من بعض المؤثرين ويقول بأن المغرب يمثل العرب، المغرب يمثل المغاربة فقط. نعم،
والمونديال القادم وتألق الأسود. ما يخرجش علينا شي واحد بلغة الخشب يقول نحن سعداء. نعم، والعرب والعرب والعرب. انت يا حبيبي الواقع ديال سبعة كؤوس أيها المصري، تعرفوا الصغير والكبير في افريقيا، عرف كيفاش خديتي الكاس، وتعرف البلاد ديال الكره واللي عطات نجوم كبار ونشطوا في احسن الدوريات العالميه. الواقع المصري اللي ما يقدرش يتكلم عليه المصري كأن المصري يعيش في السويد او في فنلندا. احنا تنعرفوا الحكم في مصر وقمع الشعب المصري، ولكن اليوم المصريين خارجين يحتفلون في الشوارع، نسوا أو تناسوا ضحاياهم في ميدان الرابعة العدوية، واليوم يتحدثون على المغرب. عقدة المغرب تستمر. المغرب للمغاربة، المغرب ماشي ديال القجع، ماشي ديال الكراكي، المغرب للمغاربة. نعم، ونحن نحترم الرجال والرجال تحترم الرجال، والدنيا دوارة. وكما قلت، من الصعب على أي بلد أنه يوصل لك نصف نهائي كأس العالم. وصلوا له المغاربة نصف كأس العالم بكؤوس إفريقيا الكل أيها المصري. استفهامة باش تنتصر على البرتغال وإسبانيا وبلجيكا تكون سميتك المغرب. لأن اليوم البعض نسى محبة ديالنا ونسينا احترامنا يوم، ولكن البعض خلط الكرموس مع الكاليبتوس، ماشي حشم ماشي راعة، قال على شي يدوز شي. نعم، ما داروهاش. الحقد والكراهية عمات العيون ديال البعض. هي القطيعة جميلة باش كل واحد يشد بلادو، كل واحد يخدم على بلادو. قطيعة جميلة، قطيعة كل واحد يرتاح. خلونا من لغة الخشب والعرب والجامعة العربية والعروبة، كل واحد يصلح بلادو، كل واحد يناضل في بلادو بأنها تكون جميلة، وكل واحد يزيد ببلادو القدام. وحنا فاش تنبغوا نقطعوا أو تنمشيو للبلدان الأوروبية، ما تنمشوش للبلدان العربية من أجل العمل، تنمشوا للبلدان اللي تحترموا فيها الإنسان وتقدروا فيها الإنسان ومستوى الوعي كبير. نعم، أنا ما أقول عمرنا قلنا بأن المغاربة ملائكة وبأن الجزائريين ملائكة، فما مشيتي كان صالح وكان طالح، ولكن نخرجوا ونحتفلوا في الشوارع بهذه الطريقة وما نحترموش حتى الشعور ديال البعض اللي تيحبونا وتيقادرونا. نعم، كاين ناس مساكن اللي ماتوا بسكتة قلبية يحترموا غير الشعور ديالهم، ولكن هذا هو الواقع. كرة فضحات المستور وفضحات الوجوه وفضحات الواقع العربي. نعم، اللي تعرفوا صغير وكبير في عالمنا هذا. اتفق العرب على أن يتفقوا. نعم، العرب ما يحبوش بعضهم بعض، كل واحد يطور بلاده، وكل واحد يناضل في بلاده، وكل واحد ينتقد في بلاده، كل واحد يشد بلاده. وهاد كأس افريقيا عرات الواقع، وهذه الحقيقة في الحقيقة. والى الملتقى. احنا دائما ما غنتغيروش ما غنتبدلوش. نعم، احنا ما تنخلطوش. هادشي ما غيخليناش اننا نكرهوا الكرة الجزائرية او نكرهوا الجزائريين. رسالة واضحة، وضوح الشمس في نهار جميل. والى الملتقى ان شاء الله.